مرحبا بكم أحبابي أولى إعدادي. إن شاء الله أشرح لكم المنهج كله وراجع عليه بتلخيص إن شاء الله يعجبكم ويوفر عليكم الوقت والمجهود. وحبيت إن أنا أقسم المنهج لأربع أقسام. القسم الأول هنشرح الجرامر كله وهنجمعه في موضوعات منسقة ومنظمة. والجزء الثاني أهم الكلمات والملاحظات اللغوية. والجزء الثالث الباراجرافات المهمة. والجزء الرابع نشرح المحادثة وازاي ان احنا نقفل سؤال المحادثة. ونبدأ بأول جزء وهو قسم الجرامر. عندنا الجرامر مجموعة من الأزمنة، جمعت لكم الأزمنة كلها وهم 3: المضارع البسيط، الماضي البسيط، المضارع المستمر. ركز معايا. المضارع البسيط ده بيدل على عادة أو حقيقة، يعني أي شيء احنا متعودين نعمله أو حقيقة ثابتة بتحصل على طول بنستخدم الزمن ده. المضارع البسيط بيتكون من التصريف الأول. ما انتوا عارفين ان الفعل له 3 تصريفات: help، helped، helped، visit، visited، visited، do، did، done، take، took، taken. المضارع البسيط بيشتغل على التصريف الأول وله 4 أشكال في مرحلتك أولى إعدادي. أول من غير اس زي بلاي، زي جو، زي هيلب. أو أول وعليه اس مع هي أو شي أو ات. بلايز، جوز، هيلبس. أو منفي بدونت أو دازنت. منفي بدونت أو دازنت لما أحب أقول ما بيحصلش. دونت مع I will جمع، doesn't مع المفرد. والشكل الرابع بنسأل عن المضارع البسيط بدو أو does لما أحب أقول هل. دو مع I will جمع زي don't، وdoes مع المفرد. نعيد تاني. يبقى المضارع البسيط 4 أشكال: أول وعليه اس، أول من غير اس، أو منفي بدونت أو doesn't، أو نسأل عنه بدو أو does. She play tennis. She don't visit us. Do he work hard؟ لو بصينا للجملة الأولى she play tennis، طبعا play غلط وتصويبها she plays tennis. بنحط على الفعل اس مع هي أو she أو it. الجملة التانية she don't visit us، بننفي الجملة في المضارع بدونت أو doesn't، لكن doesn't مع هي أو she أو it مع المفرد. do he work hard، هنا أنا عايز أقول هل هو بيعمل بجد، بس do بتيجي مع I will جمع، أما does مع المفرد وأنا معايا he. الخلاصة إن المضارع البسيط 4 أشكال: أول من غير اس، تصريف أول من غير اس، أول وعليه اس، أو منفي بدونت أو doesn't، أو نسأل عنه do أو does. طبعا do مع I will جمع، does مع المفرد. له كلمات: every، usually، always، sometimes، often، never، hardly ever. every، usually، always، sometimes، often، never، hardly ever.
every يعني كل. usually يعني عادة. always دائما. sometimes أحيانا. often غالبا. never أبدا. hardly ever نادرا. جملة: She always come late. برافو. comes. He always is late. برافو. is always. طب ليه is always؟ لأن في ملحوظة بتقول إن ظروف التكرار دول اسمهم ظروف التكرار قبل الفعل، يجوا قبل الفعل. ظروف التكرار ومنهم always قبل الفعل، قبل comes، قبل arrives، قبل goes، قبل help، قبل visit. لكن بعد am أو is أو are. ظروف التكرار قبل الفعل وبعد am is are. يعني is never ولا never is؟ قبل am is are، بعد am is are، يبقى is never. are always ولا always are؟ are always. طيب usually help ولا help usually؟ usually help، لأن ظروف التكرار تيجي قبل الفعل، لكن بعد am is are. يبقى is usually، لكن usually play. are never، لكن never helps. ونيجي لقاعدة if. if مضارع بسيط مضارع بسيط مضارع بسيط مضارع بسيط. if يعني إذا أو لو، يجي وراه مضارع بسيط مضارع بسيط. أديك مثال وانت صلحه. if she come late the teacher become angry. إذا جت متأخرة المدرس بيصبح غضبان. if بيجي وراها مضارع بسيط مضارع بسيط، واحنا قلنا ان المضارع البسيط 4 اشكال. اول وعليه اس مع هي او شي او ات، اول من غير اس او منفي بدونت او doesn't او نسأل عنه بدو او does. طب ما هنا شي وانا عايز مضارع بسيط احط على الفعل اس، وهنا التيتشر يعني هي او شي يبقى نحط على الفعل اس. حد يحل الجملة دي؟ if he cook the food mom feel happy. إذا هو طبخ الطعام ماما بتشعر بالسعادة. if مضارع بسيط أحط اس تمام لأن معايا هي. هنا مام اللي هي شي يجي معاها الفعل عليه اس. if you doesn't eat you feels hungry. لو انت مش بتاكل هتشعر بالجوع. انا عايز بنفي المضارع البسيط بدونت او doesn't، بس doesn't بتيجي مع المفرد هي او شي او it. اذا you تاخد don't. if you don't eat بتشعر بالجوع. انت يو ما بنحطش مع يو اس، ما بنحط مع مين؟ مع هي او شي او ات. جملة تانية if you threw
If you threw a stone in the water لو انت رميت حجر في المية is it sink هل هيغوص؟ if بيجي وراه مضارع بسيط ادي through مش هنحط اس لان بنحط اس مع هي او شي او ات. اما هنا صيغة سؤال انت عايز تسأل طب ما كده كده اف بيجي وراه الاتنين في المضارع البسيط. طب المضارع البسيط بنسأل عنه بايه؟ بدو او does. do مع I والجمع does مع المفرد. إذا اتهيت يبقى does it sink. بس أنا يا مستر أحيانا ما بستخدمش do أو does وبستخدم am و is و are. صح. إمتى بقى؟ am و is و are ناخدهم إمتى وما ناخدش do أو does؟ لو جه وراهم اسم أو صفة أو حرف جر. خد مثال he do ولا is at home. they do ولا are happy. she does ولا is a teacher. تعال نشوف هل ينفع ينادوا؟ لا جه وراه حرف جر فناخد ام او از او ار. حرف جر لو جه حرف جر او صفه او اسم بناخد verb to be am او is او are. وفي الماضي was aware. they do ولا are happy. happy صفه مش هناخد do هناخد are. طيب she does ولا is a teacher مش هناخد does لان a teacher اسم فهناخد is. يبقى امتى نفكر في verb to be ونلغي do او does او did؟ لو بعده اسم او صفة او حرف جر. نيجي للزمن التاني وهو الماضي البسيط. من اسمه ماضي يعني حصل وانتهى. الماضي البسيط بيتكون من التصريف الثاني عكس المضارع البسيط اللي كان بيتكون من التصريف الاول. فاذا كان المضارع البسيط help فالماضي البسيط helped لان التصريف الثاني باضافه ed. بس هل كل الافعال في تصريفها الثاني اخرها ed؟ الجواب لا. في بعضها افعال شاذه بتتحفظ زي take took see saw sleep slept do did. فالماضي البسيط نوعين يا اما منتظم اخره اي دي يا اما بيتحفظ ودي بتبقى افعال شاذة. طيب بنسأل عنه بديد يعني ديد لو جت في الاول تدي معنى هل. ما تنساش ان ديد بيجي وراها المصدر زي do و does بيجي وراهم المصدر. وطبعا نفيهم don't و doesn't بيجي وراهم المصدر. عايز اقول هل هي شافت صديقتها يبقى did she see مش saw see see. طب عايز اقول ما حصلش ان في الماضي ان في didn't و didn't بيجي ورا الفعل في المصدر. يبقى الماضي البسيط تصريف تاني اسأل بهل بديد وانفي بديدنت وديد او didn't ثم المصدر. له كلمات لو شفت كلمة منهم اعرف ان الكلام في الماضي. yesterday last in the past ago وin وتاريخ ماضي. yesterday يعني امس امبارح ماضي. last يعني الماضي الاسبوع الماضي last week الشهر الماضي last month. in the past في الماضي ago يعني منذ يومين 2 days ago منذ 5 أسابيع 5 weeks ago. وإن وتاريخ ماضي يعني in
1010 سنة 2010 ماضي. ندي مثال. She doesn't. She didn't eat yesterday. yesterday من علامات الماضي، إذا آخد didn't لأن الماضي البسيط بتنفي didn't. طيب I didn't helped ولا help him. برافو، did بيجي وراء الفعل في المصدر، يبقى didn't help. طيب شايف السهم اللي أنا عامله ده؟ السهم ده معناه إن كلمات المضارع البسيط ينفع تستخدم في الماضي البسيط. كلمات الماضي البسيط every, usually, always, sometimes, often, never, hardly ever ينفع تستخدم في جملة في الماضي البسيط. مثال: I always go ولا went to the beach. كنت دايما بروح الشط when I was in Alex. طبعا انت حافظ ان always من كلمات المضارع البسيط. هنا اهي، يعني انت عايز تاخد جو، بس انا بقول لك لا، جو غلط. ليه؟ لان الجمله داله على الماضي. الماضي فين؟ when I was كنت. يبقى اذا I always went. مثال تاني: she usually visit. صلح الفعل. me when we were in Canada. كانت عادة ما بتزورني لما كنا عايشين في كندا. لو بصيت على where هتلاقي ان الكلام في الماضي، ما يصحش هنا استخدم مضارع بسيط، يبقى الصح visited ماضي بسيط. طيب where did you yesterday. وانت كنت فين امبارح؟ did مش هتنفع لان did بتحتاج وراها فعل في المصدر. اذا طالما did مش نافعه والكلام في الماضي، هنفكر في was او where. طب you تاخد ايه؟ you تاخد where لان was للمفرد مع I وهي وشي وإت، انما we ويو وذاي بياخدوا where WERE. نيجي للزمن الثالث والاخير وهو المضارع المستمر. المضارع المستمر من اسمه مستمر، يعني بيحصل دلوقتي، مستمر في اللحظة اللي أنا بتكلم فيها. بيتكون من am أو is أو are والفعل عليه ing. am بتيجي مع I وis للمفرد وار للجمع. فلو هي بتطبخ دلوقت تبقى شي تاخد ايه؟ is عشان شي مفرد. she is cooking. طب لو هما بيلعبوا دلوقت they are playing. يبقى دلوقتي ايه الفرق بين التلات جمل دول؟ she cooks، she cooked، she is cooking. الأولى she cooks يعني عادتها كده، مضارع بسيط، عادة بياخد اس مع هي أو شي أو ات. والجملة التانية she cooked ماضي بسيط عليه اي دي، طبخت وخلصت. والجملة التالتة she is cooking بتطبخ الآن، مستمرة الآن. ولو أنا عايز أسأل بهل في الزمن ده هو ببدأ بام أو is أو are. أما I زي ما احنا عارفين وإز للمفرد وآر للجمع، لو بدأ بهم السؤال يبقى معناه هل هي بتذاكر؟ هي تاخد إز تبقى is she studying. طب حطيت ING ليه؟
عشان بعد ام او از ار بحط اي ان جي. ولو هنفي بحط نوت على ام تبقى ام نوت، نوت على از تبقى از نوت او ازنت، نوت على ار تبقى ار نوت او ارنت. له كلمات: now, look, listen, at present, at this moment, still, today, look out, watch out, nowadays, these days. now يعني الآن، look انظر، listen اسمع، at present في الوقت الحاضر، at this moment في هذه اللحظة، still ما زال يعني لسه، today النهاردة، look out احترس خد بالك في حاجة بتحصل دلوقتي، watch out احترس، nowadays هذه الأيام، these days هذه الأيام. كل دي علامات للمضارع المستمر. مثال: look the boy clean his shoes. انظر الولد بينظف حذائه. look من كلمات المضارع المستمر، يبقى لازم على طول نعمل التركيبة ام او از او ار والفعل عليه اي ان جي. انا معايا الفعل اهوت هحط عليه الاي ان جي، بس يا ترى اديله ام ولا از ولا ار؟ البوي مفرد، المفرد ياخد از بيس كليننج. مثال تاني: she is watching TV. هي بتتفرج على التلفزيون. تبقى she study وعايزين نصلح study. طب الجملة بتقول إن هي بتتفرج على التلفزيون، يبقى بتساوي إن هي مش بتذاكر. يبقى she isn't واستدي عليها ing. مثال تاني: she can't go out. الله، هي ما تقدرش تخرج. ما تقدرش تخرج ليه؟ عشان بتذاكر. she study. عايزين نصلح الفعل. هي ما تقدرش تخرج النهاردة، يبقى هي بتذاكر النهاردة، بتذاكر مستمرة في المذاكرة النهاردة. تبقى شي تاخد is للمفرد وعلى الفعل اي ان جي. مثال تاني: does she playing. الفعل play عليه اي ان جي، يبقى انا ناقصني ام او از او ار. مين يجي مع شي؟ برافو is. يبقى is she playing، هل هي بتلعب؟ وبكده يبقى احنا خلصنا الثلاث أزمنة اللي علينا في المنهج: مضارع بسيط، ماضي بسيط، مضارع مستمر. المضارع البسيط بيحصل على طول. الشمس بتشرق من الشرق، أنا أستيقظ الساعة 6 كل صباح. الماضي البسيط حصل وانتهى. شتيت it rained. ذاكرت I studied. أما المضارع المستمر فبيحصل دلوقتي بس أو اليومين دول، مؤقت. هل شكل الفعل بيتغير لما اجيبه في الماضي او المضارع البسيط او المضارع المستمر؟ تعال نشوف. الجملة الأولى she usually watch TV. usually من كلمات المضارع البسيط وأنا مضطر أحط اس مع هي أو شي أو ات، لكن في ملحوظة بتقول لو آخرك سي اتش أو اس اتش أو اس اس أو اكس أو او بنحط اي اس بدل من اس، يبقى she watches. طيب
he wash هو بيغسل his car بيغسل عربية. اعمل ايه؟ انا اخري اس اتش، انا بقول لو اخرك سي اتش اس اتش اس اس اكس او بنحط اي اس بدل من اس. الجملة التانية he always study English. always من كلمات المضارع البسيط اللي هتخليني احط على الفعل اس طالما انا معايا هي او شي او ات. طب احط اس على طول؟ لا، في ملحوظة بتقول واكتب ورايا لو اخرك واي قبلها ساكن اقلب الواي الى اي اي اس، اشيل الواي وتبقى he always studies. لو اخرك واي قبليها ساكن. طب he carry هو بيحمل his bag بيحمل الشنطة، اخرنا واي قبلها ساكن يبقى carries C A R R I E S. الجملة الثالثة he liked tea when he was in the village. كان حب الشاي لما كان في القرية. was في الماضي، إذن الكلام في الماضي. يعني like تبقى liked نحط اي دي. طب نحط اي كمان وبعدين الدي؟ لا، الملحوظة بتقول لو اخرك اي ضيف دي. لو اخرك اي ضيف دي. هنحط دي بس زي هي لاف حب وعايز احطها في الماضي. طب ما انا اخري اي كده كده، حط دي تبقى هي لافد. He stopped to visit me yesterday. yesterday في الماضي. He stopped. لو آخرك ساكن قبله متحرك بنكرر الحرف الأخير. آخرك ساكن هو البي والبي قبلها متحرك، كرر الحرف الأخير، خلي بي كمان بعدين حط الاي دي. مثال كمان على الفعل drop. drop يعني يوقع يسقط، عايز تجيبه في الماضي زود بي كمان وحط الاي دي. ليه؟ عشان كان اخرك ساكن بي قبلها متحرك او. نيجي على 5 he is write a letter هو بيكتب جواب. is هتخليني احط على الفعل اي ان جي. الملحوظة بتقول لو اخرك اي شيلها وضيف اي ان جي. زي مثلا he ride a bike now بيركب عجلة دلوقت. يبقى is riding عملت انا ايه؟ شلت الايه. لو اخرك ايه شيلها وضيف اي ان جي. 6 he is tie the donkey هو بيربط الحمار. tie. الملحوظة بتقول لو اخرك اي اي حولها الى واي وضيف الاي ان جي. زي يكذب لاي يكذب، حول الاي اي الى واي وبعدين ضيف الاي ان جي. زي يموت داي، حول الاي اي الى واي ثم ضيف الاي ان جي. 7 is put his book on the table. انا هنا هحط على put اي ان جي بعد ام او از او ار. الملحوظة بتقول لو اخرك ساكن قبليه متحرك. لو اخرك ساكن قبليه متحرك بنكرر الحرف الاخير تي كمان بعدين اي ان جي. she is cut بتقطع الخضروات. cut اخرك ساكن والساكن قبله متحرك، كرر الحرف الاخير امتى؟ لما نيجي نحط اي ان جي. ايوه صحيح، وانا هحط اي ان جي ليه؟ ايوه ما هو في از بعد اما وز ار بنضيف اي ان جي. وننتقل للجزء المهم وهو جزء الضمائر. دول ضمائر الفاعل. القايمة ديت قايمة صفات الملكية. دول ضمائر المفعول. نقراهم مع بعض الأول بعدين نشرح استخدامات كل قايمة فيهم. I, my, me. He, his, him. She, her, her. It, its, it.
we, our, us, you, your, you, they, their, them, I, my, me, he, his, him, she, her, her, it, its, it, we, our, us, you, your, you, they, their, them. يعني ايه ضمائر الفاعل؟ ضمائر الفاعل يعني اللي بيقوموا بالفعل، يعني اللي بيعمل الحدث، اللي بيفعل. ويعني ايه صفات الملكية؟ يعني ما احب اقول ابويا my father ملكي، ما احب اقول كتابه his book بتتكلم عن الملكية وبيجي وراها المملوك، هنعبر عن المملوك بالنقطة دي. اي حاجة بنمتلكها بتيجي بعد صفات الملكية. وضمائر المفعول يعني اللي هو اللي ما فعلش، اللي اتفعل فيه الحدث اللي انا بعمله. هنفهم دلوقتي بالامثله. عمر is a teacher. لو شدنا خط تحت عمر وسألنا هو عمر ده موقعه ايه؟ هو الفاعل، هو المدرس، ولا هو اللي بيملك شيء، ولا هو اللي فعل بيه حاجة؟ لا، عمر هو المدرس. فلو انا شلت عمر وعايز اعوض عنه بضمير، اخد من القايمة الاولانية اللي هي ضمائر الفاعل. مين ينوب عن عمر؟ برافو، هي. لان يعني انا، وهي يعني هو. فلو شلنا عمر هنحطه هو هي، وشي يعني هي، وإت يعني هو او هي بس غير عاقل، ويعني نحن، ويو يعني انت او انتم، وذي يعني هم. مثال تاني، ماما likes بتحب apples. ماما بتحب التفاح. مين اللي بيحب التفاح؟ ماما. يبقى ندور في قائمة ضمائر الفاعل عشان هي موقعها فاعل. لو شلنا مام نحط she. برافو، يبقى she likes apples يعني التفاح. طب التفاح هو اللي بيحب ولا بيتحب؟ التفاح هو اللي بيتحب، يبقى التفاح موقعه مفعول. فندور في ضمائر المفعول. لو شلنا التفاح apples نحط ايه؟ نحط انا مي، ولا نحط هو him، ولا نحط هي her، ولا it؟ لا، ده دي تفاحة واحدة مفرد، ما ينفعش. برضه مش هينفع احط اس اللي هي اصلها نحن مش احنا. احنا مش مكان التفاح، ولا انت ولا انتم. هحط هم them. يبقى mom likes them. مثال تاني، رنا eats. رنا بتاكل a sandwich. مين اللي بياكل ساندويتش؟ رنا. إذا رنا فاعل، لو شلت رنا أحط شي. برافو، بتاكل ساندويتش. الساندويتش هو الآكل ولا المأكول؟ هو المأكول. يبقى الفاعل ولا المفعول؟ المفعول. لو شلت ساندويتش أحط إيه؟ هل أنا مي أتحط مكان الساندويتش؟ لا، نمشي إت. لأن الساندويتش غير عاقل ومفرد، يبقى إت. طب لو كانت ساندويتشز، سندوتشات، ساندويتشز جمع. السندوتشات هي المأكولة بس هي جمع، أشيلها وأحط them في الحالة دي. نشوف بعض الجمل على الملكية، صفات الملكية. This is عمرو. نقط father أبوه is a teacher. ده عمرو، أبوه مدرس. أبو عمرو، وعمرو ولد ومذكر، أصله هو عمرو، بس أنا عايز ملكية. أبوه يبقى his. يبقى his father is a teacher.
جملة تانية these are my brothers. أخ واحد ولا أخوات؟ إخوات. نقط names are علي and سامي. دول إخواتي، أساميهم ولا اسمه؟ أساميهم عشان هم إخواتي جمع. أساميهم علي وسامي. أساميهم يعني ملكية، ملكية ليهم، ما ينفعش تبقى ملكية لي أنا ولا له هو ولا لا هي ولا غير عاقل ولا احنا، مش أسامينا احنا ولا انتم، أساميهم. بس أنا مش عايز فاعل، أنا عايز الملكية their. برافو. their names. their names are علي and سامي. مثال أوضح whose. whose يعني ملك من. car is it يعني ملك من هذه السيارة. شوف الأمثلة دي it's my car هي عربيتي. طب لو عربيته هو it's his car. عربيتها هي it's her car. عربيتنا احنا it's our car. عربيتنا كلنا. عربيتك انت او عربيتكم انتم it's your car. طب عربيتهم هم it's their car. طب افرض عايز اقول عربية هبة، تبقى it's هبة car. ناقصة حاجة صح؟ ناقصة apostrophe اس. بنحط الابوستروفي اس لو كان المالك مفرد، هبة مفرد، يبقى هبز كار. طب لو عربية علي عليز كار. امتى نحط ابوستروفي اس؟ لو كان المالك مفرد او كان الجمع شاذ. شاذ، جمع شاذ، جمع شاذ. الجمع الشاذ هو اللي ما بيتجمعش باس، زي مان رجل جمعها من، زي child طفل جمعه children، زي woman امرأة جمعها women. يبقى الجمع الشاذ هو الجمع اللي ما بياخدش اس لما بنجمعه. أمثلة من رجال، women نساء، children أطفال. يبقى الأبوستروفي اس زي ما اتحطت على هبة الملك المفرد وعلى علي، أقدر أحطها على الجمع الشاذ مينز. وشوف بقى هما بيملكوا إيه، ويمنز. وشوف بيملكوا إيه، children's. وشوف بيملكوا إيه. يبقى إمتى نحط أبوستروفي اس؟ لو كان المالك مفرد أو كان الجمع شاذ. فقول انت بقى ملابس الرجال. الرجال من، وملابس clothes. بس الرجال بيملكوا ملابس، نحط أبوستروفي اس. طب هل الأبوستروفي اس بتتحط على حاجة تانية؟ أيوة، بتتحط على الوظيفة عشان تدي المكان. يعني teacher مدرس، لو قلت teachers يبقى غرفة المدرس. دكتور لو حطيت عليها أبوستروفي اس تبقى العيادة بتاع الدكتور. طب بيكر خباز، لو حطيت عليها أبوستروفي اس تبقى المخبز. طب كيميست، كيميست صيدلي، وظيفته كده انه دكتور صيدلي، لو حطيت عليها أبوستروفي اس تبقى الصيدلية.
طب بوتشر، بوتشر جزار، لو حطيت عليه أبوستروف اس تبقى محل الجزارة، يبقى الأبوستروف اس تدخل على الاسم المفرد المالك المفرد أو الجمع الشاذ أو اسم الوظيفة تدي المكان. امتى نحط أبوستروف اس؟ لو كان المالك مفرد أو كان الجمع شاذ أو تدخل على الوظيفة تدي المكان. لسه معانا نفس السؤال، whose car is it؟ عربية مين دي؟ هنفرض إنها عربية علي وهبة، هما الاتنين، أكتبها إزاي؟ It's علي and هبة car. طب أنا عايز أعمل ملكية، ده هي عربية علي وعربية هبة، أعمل إيه؟ أحط أبوستروف اس على مين؟ قالك بقى لما يبقى معاك اتنين ملاك حط أبوستروف اس على المالك التاني، يعني اتس عليز، لا اتس علي اند هباز كار. يبقى لو اتنين بيملكوا نفس الشيء بنحط أبوستروف اس على التاني، على المالك التاني. قول انت بقى دي، هو بيت منى وسالي، برافو. اتس منى، منا's and Sally's house. لا غلط، اتس منى and Sally's house. بحط أبوستروف اس على المالك التاني، ده لو معاك اتنين بيملكوا نفس الشيء. واحد بيقول لي بقى يا مستر طب افرض الاسم نفسه اخره اس، زي انس، واحد اسمه انس، عايزين نقول عربية انس، اتس انس كار. دلوقتي انس اخره اس، لو الاسم اخره اس حط الابوستروفي بره مش جوه، يعني كده انس كار. طب حل انت دي بقى، عايزين نقول الشراب ده اهو بتاع لميس، لميس socks، they are لميس socks. طب لميس اخرها اس وهي اللي بتمتلك الشراب، اعمل ايه؟ لو الاسم اخره اس، اسم اخره اس حط الابوستروفي بره لميس. ولو الجمع جمع باس حط الابوستروفي بره، الجمع جمع باس. يعني ايه؟ يعني عايز اقول مدرسة الولاد، ولاد يعني ايه؟ ولاد ولاد ولاد، ولاد يعني بويز، ومدرسة سكول. اعمل ايه؟ ده مش ولد واحد، احط الابوستروفي بره، يبقى الابوستروفي اس ليها كام شغلانة؟ واحد مالك مفرد زي هبة نحط عليها ابوستروفي اس، اتنين جمع شاذ زي children احط عليها ابوستروفي اس، تلاتة وظيفة عشان تدي المكان بيكرز، بيكرز حط عليها ابوستروف اس تدي المخبز. طب امتى بقى احط الابوستروفي بره؟ يعني اس والابوستروفي بره الكلمة، لو معانا اسم اخره اس زي لميس
وزي أنس. أو الحالة التانية لو جمع بإس، جمع بإس زي بويز أولاد كتير، زي جيرلز بنات. يقوم حد يسألني سؤال، طب أنا عايز أقول باب العربية. باب العربية لو كان المالك جماد مش هنحط حاجة، العربية دي جماد ما تحطش حاجة على الكار. باب العربية، العربية كار. وباب دور يبقى كار دور، صح كده؟ ايوه صح كده. جماد ما نحطش حاجة، لو المالك كان جماد ما نحطش حاجة. طب قول لي انت بقى دي، رجل الكرسي. رجل الكرسي، رجل الكرسي، رجل الكرسي. الكرسي تشير، ده جماد. تشير يبقى تشير لاج. طب قول لي دي، عيون القطة. اختار عيون القطة. كات ايز، كاتس ايز، كاتس ايز، كاتس ايز. سؤال، هو القطة جماد؟ لا، يبقى لازم نحط. دي غلط، دي غلط. طب هي قطة واحدة ولا قطط؟ أنا قلت عيون القطة، قطة واحدة. على الملك المفرد أبوستروفي اس. حل انت بقى ديت وحطها في الكومنتات. مدرسة البنات، كمان دي. لون الترابيزة، كمان دي. لبن المعزة. وتعالى حللي الجملة دي. yesterday match، مباراة الأمس. أعمل إيه؟ الزمان حالة خاصة. yesterday ده زمان، امبارح ده زمن، ده وقت. فالزمن حالة خاصة ياخد الأبوستروفي اس. ماتش امبارح. طب يا ماما، ايه طبق اليوم النهارده؟ أكلة النهارده ايه؟ today. today dish. ها، برافو عليك. today ده زمان، يبقى today's dish. طب بكرة، tomorrow. tomorrow work، شغل بكرة. ها برافو، tomorrow's work. يبقى الزمان بيقبل أبوستروفي اس. بعد ما حضرتك بقى سمعت شرح الضمائر وصفات الملكية، هقول لك جملتين تترجمهم على السريع وانا هصلحهم لك. بابا اعطاني قلم. داد جيف، اعطى مين؟ اعطاني انا. اذا انا مفعول. ها، بص على قيمة المفعول ورد عليه. اعطاني يبقى جيف مي، برافو. انا ضربتها. انا ضربتها يعني هي اللي ضربت ولا انضربت؟ هي اللي انضربت، يبقى هير. برافو، برافو. انا زرتهم. انا زرتهم. هما اللي زاروا ولا اتزاروا؟ هما اللي اتزاروا، يبقى I visited them. نظف السبورة. نظف السبورة ده فعل امر. طب اعمله ازاي بالانجلش؟
فعل الأمر بيبدأ بالمصدر نظف السبورة. الأمر فعل في المصدر ومكانه أول الجملة. مصدر يعني الفعل معلوش حاجة. نظف السبورة يعني clean the board. طب ينفع أقول cleans؟ لا، ما احنا قلنا للأمر فعل في المصدر. طب مش ينفع أقول أحمد clean the board؟ بنادي على أحمد. ينفع أحط قبل الأمر منادى الشخص اللي بنادى عليه. طب ينفع أقول له always دايما نظف السبورة؟ ينفع. طب ينفع أقول له لو سمحت please نظف السبورة؟ ينفع. يبقى الأمر فعل في المصدر ومكانه أول الجملة. وممكن نبدأ الجملة الأمرية بالمنادى الشخص اللي بننادى عليه، أو always أو please. جرب انت بقى تأمرني، قولي من فضلك اجري. please run أو runs. لا، run بس مصدر. always run دايما اجري. أو أحمد run. علي run. طب لو أنا منهاك وبقول لك لا ما تاكلش في الحصة، النهي بدونت أو never والمصدر. يعني سواء الأمر أو النهي بنستخدم المصدر، بس النهي بيبقى في don't أو never عشان أقول له لأ. ما تاكلش في الفصل don't eat in class أو never eat in class. طب ينفع نادي عليه وأقول له أحمد don't eat؟ ينفع. please don't eat؟ ينفع. حل الجملة دي كده. دنيا doesn't watch TV. يا دنيا لا تشاهد التلفزيون. ده نهي. النهي don't أو never. don't watch TV. don't أو never watch TV. always دايما listens to your teacher. دايما اسمع مدرسك. طب ما ده أمر والأمر فعل في المصدر. always listen to your teacher. يبقى الأمر أو النهي هو فعل في المصدر. الأمر ينفع أسبقه بمنادى أو بألويز أو ببليز، أما النهي بدونت أو نيفر وينفع أسبقهم بمنادى أو بليز. وكده يبقى احنا خلصنا جزء كبير من المنهج. إن شاء الله باقي الجرامر وهو الارتكلز الاي والان والذا والمقارنة في فيديو لوحدهم عشان ما اطولش عليكم. وشكرا.